السلام عليكم متابعينا الاوفياء. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم اللي وقع للاخ خالد، ولكن راه ممكن يوقع لبزاف ديال الناس، ولا راه واقع لبزاف ديال الناس اللي ولينا تنعانيو به مؤخرا. المشكل وقع في المطار ديال الدار البيضاء مع شركه طيران رويال ماروك، اللي هي الشركه اللي كنا تنعولوا عليها ما تديرش الروطار وما فيهاش بزاف المشاكل. صدقات هي كما تنقولوا المشكور مقعور. اذا المشكل اليوم كاينه واحد المعاناه ديال الاخ خالد مع هاد الناس. شنو وقع سي خالد؟ المشكل ما بداش اصلا من اليوم. المشكل بدا من شحال هادي في شهر جويي. انا قررت انني غادي نقطع دو بيي دار البيضاء، بولون دار البيضاء لجوج الناس، السيده نسيبه ديالي والابن ديالها اللي غادي يمشي غيدير لها كمرافق، لان هي سيده كبيره بالكرسي المتحرك. هذه ما كاين حتى مشكل. وقعت شي ظروف للسيد انه ما غاديش يقدر يمشي مع مو. قررنا اننا غادي نطلبوا من الخطوط الملكيه ترومبورسي لينا البي ديال السيد ونقطعوا الختو تمشي معاه للتذكير، لان البي اللي قطعنا راه شنو رومبورسابيل، يعني من حقنا انهم يتريمبورساو. صيفطنا لي زيميل الخطوط الملكيه وعندنا كل شيء بالوثائق. راه ما كنهضروش من الخوال الخاوي، عندنا داك الشيء بالوثائق وكل شيء باقي بلي كود ديالو، كل شيء ليه بلي زيميل ديالنا. اللي طلب شي حاجه نعطيوها ليه. طلبت منا بان غادي ترومبورسي لينا واحد لو شيفر ديال لي بيي. قلنا قبلنا على اساس اننا غادي نانيوليو لي بيي، خصنا نجاوبوا على الايميل. حنا جاوبنا على الايميل، قبلنا بان اللي رومبورسومون اللي قالوا لينا. قلنا ما كاين حتى مشكل، ما غيردوش لكم 100%، ما غيردوش، غيردوا لنا 50%. قلنا ما كاين حتى مشكل. الغريب في الامر ان الرومبورسومون ما دارتش، ما ردوش لكم ما والو، ردوا لينا حتى شي حاجه. اليومنا هذا ما ردوا لينا حتى شي حاجه. ونتحدى اي واحد، يعني انا كنهضر بالوثائق. قررنا اننا نقطعوا السيده تمشي مع امها وترافقها في السفر، لانها امراه كبيره. اذا من الاخ خالد كما تيقولوا باختصار تلغى البي، لانه الولد ديالها ما قدرش يمشي معها، بغى يلغي داك البي وقال لي فابين يلغيه، حنا غنردوا لكم 50%. ما ردوا لي والو، ما ردوا لي حتى شي حاجه. اذا ومشات معاها باش يقطع بي اخر. المدام ديالو اللي هي البنت ديال السيده اللي غتمشي معها لانها مريضه، مشات معاها من بولونيا للدار البيضاء وصلات والامور كانت مزيانه. اليوم كاين الروتور. اليوم الحد 14 في شهر سعود 2025. البارح بالليل انا دخلت باش ندير تشيكين. للتذكير هو ان البي ديال البنت راه تقطعت من بعد البي ديال الام ديالها بشهر. أوكي. يعني ملي دخلت ندير تشيكين داز ليا المراه ديالي اللي البي ديالها دارت من بعد شهر، وما تقبلش ليا ديال نسيبتي اللي دارت قبل بشهر. يعني شكون اللي كان خصو يدار ليه التشيكين الاول؟ السيده اللي مقطعه قبل، ماشي السيده اللي مقطعه. ولكن جاك الميساج بان كتبوا لك بان لاكار ديم بونكوم ما كايناش، ولكن تجي للمطار تيريها. راه داكشي اللي درنا. مشينا للمطار. ملي مشينا للمطار قال لنا الطياره عامره. اليوم الطياره عامره. كيفاش الطياره عامره؟ يعني البنت تمشي امها اللي في الكروسه ما خاصها تبقى في المغرب حتى الغدا. تبقى حتى الغدا. وهي وللتذكير ان راه السيده راه غادا باش تجيب امها، راه ماشي كانت في فاكونس، نو غادا باش تجيب امها، لان المراه هانديكابي وما تتزيد ما تتمشي، ومراه كبيره في كرسي متحرك. يعني بنتها داتها وغادا جايباها، راه مشات، راه كانت رجعت هنا للطاليان وجلست وعاد مشات باش تجيبها، يعني كمرافق. كيفاش اولا الطياره عامره وهي مقطعه البي ديالها؟ ثانيا كيفاش هاد السيده اللي غادا تبقى هنا مراه كبيره ما تتمشى ما تدير حتى شي حاجه بوحدها، يعني ما تقدرش ترانجي بوحدها. كمل خالد. دابا انا ما عرفت واش نمشي للمطار نجيب مراتي نتسناهم، ما عرفت شنو الميساج اللي وصلني انا بان ما خلاوهمش يدوزوا، ما خلاو لا نسيبتي. مراتي ما غاديش تجيب وحدها لانها مرافقه مع امها، وغادي ناجلوهم حتى الغدا عاد يجيبوهم.
ما فهمتش انا الخطوط الملكيه المغربيه في هذا الحجم هذا تخلق بحال هذه المشاكل هادو. اولا الرومبورسمون ما بغاتش تعطيه، الأول مشى. ثانيا السيستيم انفورماتيك ما عرفتش انا هاد الناس علاش كيقطعوا واحد العدد هائل ديال الليبيين. واش ربما تيلبي تيغلاو في الثمن، ودوك الناس الاولى تيكونوا مقطعين ثمن رخيص يبداو يسكارطيو. واش ذنب هذاك السيد اللي مسكين تا هو خصو يرجع للخدمه ديالو، خصو يدخل نهار ماشي اول مره هادشي راه وقع. لا ماشي اول خطره، كان تيوقع مع ديك العربيه هي الاولى اللي كانت دير هاد المشاكل. الناس هربوا لاير ماروك. لا انا وقع لي هذا المشكل. حنا كنقولوا خطوط اير ماروك سي محمد، حنا كنقولوا خطوط الملكيه المغربيه خطوط ديال المغاربه ديالنا دو كونفيونس، يعني دو كاليتي. ولكن ما تيوقعوا بحال هاد المشاكل. كنوصلوا بحال هاد المشاكل كنلقاو بحال هاد الشيء هذا. حشومه والله الا حشومه بالله. حنا راه كندوزوا العام كامل كنسوفريو هنا في الغربه باش نلقاو واحد الترحيب، باش نلقاو واحد التسهيلات، ولكن كنتصادموا مع الشركه ديال الخطوط الملكيه دير لينا بحال هاد العراقيل هادو. ماشي موت. اذا دابا المشكله خالد، انا اللي كنطلب من المسؤولين التدخل في هذا الشيء هذا. الله يرحم الوالدين تاع السوف تاع المواطنين صراحه بزاف راه كنخلصوا فلوسنا، راه حنا مغاربه، راه عندنا الغيره على بلادنا، وباش تجيو تكرفسوا علينا بحال والله العظيم مقطعين يعني الناس باش يمشوا للمغرب يقضوا اغراض ديالهم ولا يشوفوا العائلات ديالهم. كنقولوا المهاجر ما بقاش باغي يجي للمغرب. واحد الاسباب ديال اللي ما كتخليناش نجيو بحال الاسباب اللي ما كتخليناش نجيو. اذا الناس اللي مقطعين غدا عنده شي خدمه، كاين اللي غدا عنده رانديفو ديال الطبيب، كاين اللي عنده رانديفو بالمحكمه، كاين اللي بزاف ديال الحوايج. يجي حتى المطار وتقول لي ما كايناش البلاصه وهو مقطع رزقه. مشكل كبير. انا دابا ما عرفتش غدا كي غندير لولادي، لا شكون اللي غيديهم للمدرسه، لا شكون اللي غيدير. وانت خدام وانا خدام. يلا شنو الحل؟ يلاه واليوم الحد انا ما عالمش الخدمه ديالي بانني راني غنجلس نهار الاثنين. ما كاينش كيفاش تعلمهم اليوم. ما كاينش كيفاش نعلم. اذا شكون اللي غادي يجلس لي مع ولادي، شكون اللي غيديهم لي ندرس، وانا مبورغانيزي بان راه اليوم غادا تكون امهم هنايا، وشكون اللي غيمشي يجيبهم غدا من المطار. اذا المشكل اشنو باختصار؟ هاد السيده هذه يعني البنت قالوا لها انت غادا تمشي، امك غادا تبقى لي في الكروسه لانها الطياره عامره. في الاخير لقاو معاهم حل، قال لي غادي تبقى حتى الغدا. اذا البنت اضطرات هي تبقى مع امها حتى الغدا وخلي ولادها هنا، راجلها غدا خدام. كيفاش هاد المساله غادا تتحل الله اعلم. حنا ملي طلبنا من المسؤول باش يجي تما، المراه ديالي كتقول لي بان ملي طلبنا مسؤول يجي يحل لنا المشكل، ملي جا المسؤول قال لهم هاد المراه بعدا ما عندهاش حق تطلع للطياره. علاش ما عندهاش حق تطلع؟ علاش ما عندهاش حق؟ علاش؟ حيت في كرسي متحرك معها بنتها. وهنا وعلاش خلاوها مشات من هنا من الطاليان؟ علاش؟ وانتم لا كنا غير قالوا لها ما عندهاش حق تطلع وبلاصه راه كاينه فابيني كاين شي مشكل، ولكن قال لها البلاصه ما كايناش. جا هذاك المسؤول هذا تيتسمى قمع. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. شنو هو الرساله ديالك اخالي؟ الرساله ديالي انا كنطلب من المسؤولين باش يوقفوا معنا في هذا. انا ما كنطلب لا رومبورسومون ولا والو. راه هذا غير مثال ديالك انت، راه عادات ديال المغاربه واقع لهم هادشي، راه عادات. راه اكثر من 20 ديال البشر اللي في مطار محمد الخامس دابا تيوقع على هذا المشكل. دابا خصها حتى الغدا عاد تجي. علاش وهي مقطعه؟ شنو ذنبها؟ ذنبها انها قطعت بكري بواحد الثمن شويه منخفض، وصيفطوا الناس اللي قطعت من وراهم بثمن مرتفع، وخلاو الناس اللي قطعت قبل. تلاعبات. هذا شغل ديال الدراري الصغار. اذا الناس اللي تيوقعوا من هذه المشاكل في المطار ما يبقاوش يسمحوا في حقهم. انعدام المسؤوليه. الخطوط الملكيه الله يرحم الوالدين الا ما كونوا جديين. شوفوا من حالنا، كونوا جديين شويه. راه حشومه عليكم هذا الشيء اللي كديروا فينا. والبيره غالي، والبيره غالي ماشي رخيص. البيره غالي، راه هادشي اللي تديروا فيه راه غالي. الناس ما بقاش تهبط للبلاد وتتحرم راسها من العطله على هذا الغلا. انا دخلت نشوف البي ديال الغدا اللي غادا تجي فيها مراتي، دوماج انها غتجي حتى الغدا. لقيت غير المجيه اون فواياج ديال بولون كازابلانكا بولون 700 اورو 700 باش انا غادي للميريكان. حشومه هذا الشيء هذا والله حتى حشومه بالله. اتقوا الله في المغاربه. راه كنضربوا تماره باش كنجيبوا هاد الفلوس هادو، راه نسوفريو باش نجيبوا هاد الفلوس هادو، راه ما كنلقاوهمش مليوحين في الزبل. والسؤال تيبقى مطروح، السيد هذا غدا خدام، مراته خاصها تجي اليوم باش غدا تصبح مقابله الوليدات ديالها وتديهم للمدرسه. الاخرين قال لي ما بقاتش عندكم بلاصه، ما غيجيو حتى الغدا. كيفاش غادي نديروا لها؟ هاد الوليدات غدا معاهم نلقاو هاد السيد كيدير في الخدمه ديالو. شكون اللي غيمشي يجيب هاد السيده من المطار؟ بالاضافه الى امها اللي جايه معاها
مراه كبيره، يعني مراه مريضه، ما عندها الدواء ديالها، عندها الخصوصيات ديالها اللي خاصها دير. كيفاش هاد الناس، كيفاش يعني الناس واش عندهم شي ضمير اللي تيتعاملوا مع المواطن المغربي بهذه الطريقه؟ وهذا الشيء راه كثير خالد، راه ولا تيوقع بزاف. اذا الميساج ديالنا حنا هو المغاربه اللي تيوقع لهم هذا الشيء، ما تبقاوش تسمحوا. الله يرحم الوالدين، التجؤوا للقضاء، دعيوا هاد الناس اليوم على حقكم. الرمز ديال كاس افريقيا، الرمز ديال كاس العالم 2030. هذا الشيء راه ماشي في صالح البلاد، هذا الشيء راه ماشي في صالح البلاد. كونوا جديين شويه، الله يرحم الوالدين، وخدموا مع الناس بجديه. ما نضحكوش فينا الناس اللي غاديين يجيو اللي يتفرجوا في المونديال ويديو علينا اخبار سيئه. نكونوا نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، الله يرحم الوالدين. ولكن بهذا الشيء ما غنمشيوش افانتي. نتمنى هذا الشيء تصلح، ما تسمحوش. اوكي، تنتمنى انا من الناس، تنتمنى حنا ما عندنا مشكل، حنا ما كنمشيو حتى شي واحد، وما عندنا مشكل مع حتى شي واحد. حنا كنحاولوا ما امكن باش نبينوا المعاناه ديالنا باش هذا الشيء تصلح، الله يرحم الوالدين. نطالبوا بالاصلاح، وباش نطالبوا بالاصلاح هاد الناس هادو اللي توقع لهم بحال المشاكل ما تسمحوش في حقهم. التجؤوا للقضاء، التجؤوا للشكايات باش يتحلوا هاد المشاكل وما يبقاوش يتعاودوا. تحياتي لكم والى اللقاء.